شباب اولى اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا دلوقتي بدون ما نخش في تفاصيل كتير نتكلم عن الستوري عندنا اللي هيجي يسألنا فيها في الامتحان بتاع الترم، ستوري الترم الاول. تمام. عندنا احنا شغالين من كتاب جيم زي ما احنا متعودين. عندنا في صفحة 42 الفصل الاول اللي هو تشابتر 1. طيب زي ما اخدنا مع بعضينا في السنتر، بس احنا نقولها برضو هنا بكل تفصيل او بكل التفاصيل عشان تبقى سهلة علينا، والاسئلة اللي انا هقول عليها هي دي بس اللي هيجي يسألنا فيها في امتحان الترم. يلا بينا. الستوري عندنا بتقول the first challenge. يعني ايه the first challenge؟ يعني ايه the first challenge؟ يعني التحدي الاول. بيقول لك in a cheerful village school، يعني في مدرسه في قريه. cheerful مدرسه حلوه يعني. تمام. الاولاد فيها بيحبوا بعضيهم يعني. بيقول لك the children loved discovering new things. الاطفال بيحبوا يكتشفوا حاجات جديده. One day في يوم من الأيام their teacher Mr. Adam made an exciting announcement. عمل announcement يعني إعلان. طيب next week we will enter the magic school room. قال لهم الأسبوع اللي جاي هنخش حاجة اسمها magic school room. school room يعني أو class room. الفصل اللي في المدرسه ماجيك يعني سحري، فصل بس سحري. طيب هنشوف هيشوفوا ايه. قال لهم ايه؟ to succeed you need to show responsibility and work together. قال لهم عشان تنجحوا في الفصل ده وتخرجوا يعني من الماجيك روم لازم تشتغلوا مع بعض. تمام. وتكونوا ايد واحده بمعنى اصح. يبقى عندكم مسؤوليه responsibility كلمات يونت 1 responsibility and work together وتعملوا معا. The children were curious. الاطفال كانوا curious، كانوا فضوليين، عندهم فضول عايزين يعرفوا and excited وعندهم حماس عايزين يجربوا. When the day came they walked through a glowing door. لما اليوم ده جه مشيوا ودخلوا بوابه بتلمع كده. and found themselves in a room filled with floating puzzles. لقوا نفسهم في أوضة مليانة puzzles. ركز بقى عشان فيها سؤال. مليانة puzzles ألغاز. shining books كتب بتلمع and magical clues وألغاز تاني. clues يعني ألغاز وألغاز سحرية. يبقى تاني اهو لقوا إيه؟ floating puzzles 1، shining books 2، magical clues 3. On the wall a message read. في رسالة كده على الحيطة. Only those who collaborate. بتقول لهم those who collaborate الناس اللي هتتعاون and stay curious وهيبقى عندهم فضول كده can unlock the mysteries. يقدروا يفكوا أو يحلوا الألغاز. بيقول لك سارة who was always eager to learn. سارة عايزة تتعلم. تمام. Let's think carefully and help each other. يلا نساعد بعضينا. تمام. نفكر ونساعد بعضينا. عمر بقى عليه who sometimes felt shy. عمر كان أحيانا خجول. looked nervous. زين calm and kind. وزين كان ماله calm and kind and encourage him. يعني إيه calm؟ يعني هادي، و kind يعني طيب أو عطوف، و encouraged him يعني شجعه. we will do it together يعني هنعمل ده مع بعضينا. طيب the first challenge was a locked box. أول تحدي كان كتاب تمام مغلق. They shared ideas. قعدوا يفكروا and solved the challenge by working as a team. قعدوا يفكروا وحلوا اللغز عن طريق ان هم اشتغلوا مع بعض ويفكوا اللغز ده. بعد كده البوكس اهو زي ما انتم شايفين كده. البوكس بتاع الكتاب ده او الكتاب كان موجود جوه بوكس اتفتح. تمام. A bright light appeared. نور خرج لهم منه. and a new challenge was waiting. They smiled. كانوا مبسوطين جدا 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 عشان هيخشوا على تحدي جديد for whatever came next. بس ده الفصل الأول. اشتغلوا مع بعض، عندهم مسؤولية واشتغلوا مع بعض. طيب تعالى بقى نقول الكلمات ونحل الأسئلة. أول حاجة cheerful يعني مبهج. cheerful يعني مبهج. بعد كده عندنا curious يعني فضولي. بعد كده عندنا collaborate يتعاون، و challenge يعني تحدي. كلمات يونت 1 يا شباب، كلمات يونت 1 والله، كلمات يونت 1. كل فصل بكلمات الوحدة. طيب عمر felt ايه at the beginning؟ عمر حس بايه في البداية؟ تعال نشوف عمر اهو. felt shy حس ان هو خجول. دور على shy، مفيش shy. دي سات حزين. nervous متوتر تمشي. worried يعني قلقان تمشي. happy يعني سعيد لا. طب تعالى نطلع تاني. بص كده. felt shy looked nervous وكان شكله كمان متوتر. يبقى الإجابة ايه؟ nervous. يبقى عمر كان ماله؟ كان nervous متوتر.
خايف يعني. طيب رقم 2 who made the announcement؟ مين اللي عمل الاعلان؟ وده سؤال مهم جدا 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 وبيجي في الامتحانات وهتلاقيني حاطط لكم في المراجعه كتير. تمام. مستر ادم هو اللي عمل الاعلان الاولاد يشاركوا في الماجيك كلاس روم، الفصل السحري. رقم 3 how did the children manage to solve the first challenge؟ الأولاد إزاي نجحوا؟ manage to يعني ينجح فيه، وsolve يعني يحل، وفيرست يعني الأول، وتشالنج يعني تحدي. إزاي الأولاد، ما هو لك كيف، إزاي الأولاد نجحوا إن هم يعدوا الفيرست تشالنج؟ إزاي 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 إزاي؟ عن طريق ان عندهم مسؤوليه واشتغلوا مع بعض، اهو ساعدوا بعضيهم. تمام. they helped other teams، ساعدوا فرق اخرى؟ لا. عملوا خريطه they made a map؟ لا. they fought، اتخانقوا مع بعض؟ لا. they shared ideas، تشاركوا الافكار، تعاونوا يعني. طيب رقم 4 بيقول لك the children felt ايه after they opened the box؟ الاطفال شعروا بايه بعد لما فتحوا البوكس؟ طبعا كانوا مبسوطين. تمام. happy. طيب بيقول لك what was Mr. Adam's advice؟ نصيحة مستر آدم ايه؟ تعالى نطلع نشوف. قال لهم ايه مستر آدم؟ to succeed، عشان تنجحوا you need to show responsibility and work together. اهو قال لهم اهو to succeed you need to show responsibility. اللي قلتها في الفويسات كتير قوي. responsibility. يبقى لهم ايه؟ to succeed، عشان تنجحوا ايه هتعملوا ايه؟ you need to show responsibility، اظهروا المسؤولية، اتعاونوا مع بعض يعني. and work together. طيب رقم 2 بيقول لك who was always eager to learn؟ مين أكتر شخصية كانت حابة تتعلم؟ مين أكتر واحدة؟ أهي سارة. وراها was eager to learn، يبقى مين أكتر واحدة كانت عايزة تتعلم؟ سارة. بس كده. who يعني من للعاقل، هنكتب اسم، ما ينفعش اكتب حاجة تاني. رقم 3 what did the children love doing in the village school؟ الأطفال كانوا بيحبوا يعملوا إيه في الفيلج سكول، في المدرسة بتاعت القرية؟ أهو بص discovering new things، 3 كلمات. discovering new things، اكتشاف أشياء جديدة. discovering new things. طيب يلا بينا. discovering new things. خلي بالك يا شباب، الأسئلة دي اللي بتيجي في الامتحانات، دي اللي تشوز، ودول بس اللي تحت ده critical thinking، يعني ايه؟ تفكير نقدي، يعني براحتك تكتب اللي انت عاوزه، بس اللي بيجي في الامتحانات دول ال4 دول وال3 دول، هو ده اللي هتذاكره هنا. طب انا هحل اللي تحت برضو من باب الفضول عندي، انا هحله وخلاص. why do you think، لماذا انت تعتقد the children were curious and excited about the magic classroom؟ ليه الاطفال كانوا متحمسين، عندهم فضول وتحمس او حماس يعني للماجيك كلاس روم؟ ليه؟ عشان يكتشفوا حاجات جديده. اهو to discover، لكي يكتشفوا، يبقى to discover new things. نفس السؤال اللي فوق بس، عشان كده قلت لك انا هحله من باب التاكيد، اسهل عليكم الدنيا اكتر. why do you think، لماذا انت تعتقد؟ رايك. عايز يعرف رايك او رايك، بيعرف انت بتعرف تكتب انجليزي ولا لا. sharing ideas is useful for children، ان احنا نتشارك الافكار مع بعضينا، دي حاجه مهمه او حاجه نافعه للاطفال. ليه؟ عشان يطور الاطفال، يطور المهارات. تمام. يخليهم يشتغلوا مع بعض كفريق. اهو to work together، لكي يعملوا معا. to work together. زي هنا عندنا السؤال ده، السؤال الاول هنا to work together. اهو to work together، الكلام اتغير في السؤال ولكن الاجابه واحده اللي احنا اخدناه. طيب يبقى احنا كده عندنا الفصل الاول صفحة 42 والأسئلة بتاعته صفحة 43. بس كده الفصل الأول خلص. طيب يلا بينا نخش على الفصل الثاني، هجيبه لك في الكتاب. احنا شغالين من كتاب جيم، لو سمحت محدش ينسى عشان ما نقعدش ندور كتير. احنا شغالين من كتاب جيم. طيب نجيب بقى الفصل الثاني
عندنا في صفحة 83 اهو، صفحة 83 الفصل الثاني يا شباب، يلا بينا. بيقول لك the power of unity. the power يعني قوة، ويونيتي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، الاتحاد. قوة الاتحاد، ان احنا نتحد مع بعض، نساعد بعضينا، فبنوصل لحاجة عظيمة مع بعض زي ما انتم شايفين في الصورة كده. بيقول لك the next time the students entered the magic classroom was more difficult. تاني مرة بقى دخلوا الفصل السحري كان الموضوع أصعب شوية. ايه بقى؟ بيقول لك in front of the children was an invisible bridge. invisible يعني غير مرئي، كلمات يونت 2. قدامهم كوبري بس غير مرئي. تاني، قدامهم كوبري زي في الصورة كده بس غير مرئي. طيب a glowing sign، وفي كده علامات بتظهر من الأرض كده بتلمع. read بتقول لهم ايه بقى؟ only those with respect، اللي عندهم احترام، ambition طموح، and courage شجاعة، can cross، اللي بيحترم غيره، اللي عنده طموح عايز يبقى حاجة كبيرة أو عايز يوصل لهدف معين في حياته، واللي عنده شجاعة هو بس اللي هيقدر يعدي الكوبري. طيب يبقى كام حاجة؟ 3: respect, ambition and courage. respect, ambition and courage. respect, ambition and courage. طيب يلا بينا. بيقول لك زين او ساره بقى الاول thought for a moment، قعدت تفكر كده. respect يعني احترام means we listen and care for each other. الاحترام ان احنا نسمع بعضينا ونخاف على بعضينا. طيب زين ambition means انك عندك طموح we believe in our success، ان احنا نآمن ان احنا هننجح، هوصل لحاجة كبيرة. we believe in our success. we believe in our success. نحن نؤمن بنجاحنا. طيب عمر took a deep breath، عمل كده، خد نفس عميق وراح مخرجه. courage شجاعة means we mean يعني اللي بتيجي في القطع. we try even when we are scared، بيقول لك نحاول حتى واحنا خايفين. بيقول لك they stepped onto the invisible bridge، وقفوا كده على الكوبري اللي هو الغير مرئي ده. holding hands and encouraging one another، مسكوا ايد بعضيهم تمام، وبداوا يتعاونوا مع بعض على الكوبري الغير مرئي، وبقى يحطوا رجلهم بس على العلامات اللي في الارض. every kind word they spoke, every brave step they took made the bridge appear slowly beneath their feet. كل شويه بيتكلموا مع بعض وبيسمعوا لبعض وبيتعاونوا مع بعض، خلى الكوبري تمام يظهر لهم كده واحده واحده من الارض، الخطوات اللي هم هيمشوا عليها زي ما انتم شايفين كده، والدنيا بقت اسهل عليهم. طيب بيقول لك when عمر hesitated، لما عمر كان خايف لانه هو متردد شويه، his friends cheered him، صحابه قعدوا يشجعوه reminding him he wasn't alone، فكروا ان هو ايه، he wasn't alone، انت مش لوحدك تمام. at the end of the bridge a golden door، لقوا بقى في اخر الكوبري بعد ما عدوا الكوبري كلهم باب من الذهب ماشي. appeared with a message، في رسالة على الباب ده. determination 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 عزيمة إرادة إصرار. determination 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 عزيمة إرادة إصرار، محدش ينساها، موجود عندنا في المناهج كل ده من اولى اعدادي ثالثه ثانوي. طيب opens every door، كل اللي عنده عزيمه او اراده او اصرار هيفتح لك اي باب. never give up never give up، ما تستسلمش، ما تستسلموش. the team tried many ideas، قعدوا يفكروا في افكار كتيره but nothing worked، ولكن ولا اي فكره اشتغلت. hours passed، ساعات عدت. they refused to quit، رفضوا ان هم quit يعني يغادر او يستسلم. finally عمر whispered، عمر كده راح قايل حاجه. let's sing together، قال لهم تيجي نغني. maybe unity is the key، ممكن تكون يعني ايه، في الاتحاد قوه، او في الاتحاد ده المفتاح اللي هيخرجنا. they sang، قعدوا يغنوا and slowly the golden door opened، قعدوا يغنوا مع بعض كده بصوت واحد، وفجأة الباب بدأ يفتح واحدة واحدة. قعدوا بقى يسقفوا clapped and laughed وكانوا فرحانين تمام and proud of their teamwork، وproud يعني كانوا فخورين بالعمل الجماعي بتاعهم. دي صفحة 83. طيب صفحة 84 الأسئلة اهي قدام عينينا، يلا بينا تعالى نقرا الكلمات الأول، يلا معايا. invisible 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 يعني غير مرئي. طيب يلا بينا. respect 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 يعني احترام أو يحترم. courage 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 يعني شجاعة. ambition 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 يعني طموح. كلمات unit 2. The children crossed the bridge holding their hands، عدوا الكوبري هم ماسكين ايدين بعض. ايوه اهو اهو اهي بص
They stepped under the invisible bridge على الكوبري الغير مرئي holding hands ماسكين ايدين بعض وبيشجعوا بعض and encouraging one another. طيب خش على السؤال التاني بيقول لك the sign for the bridge listed kindness as a required quality. كان مكتوب على الكوبري kindness عطف؟ لا ما كانش مكتوب عطف. طيب the bridge appeared instantly as they stepped on it. الكوبري بدأ يظهر أول ما حطوا رجليهم عليه. أيوة. The bridge appeared يعني يظهر. أيوة ظهر. طيب unity can't help الوحد إن إحنا نتحد يعني الاتحاد إن إحنا نتحد مع بعض can't help them ما ساعدتهمش إن هم يفتحوا الباب open the golden door الباب الذهبي. لا طبعا ساعدتهم. يبقى دي صح ولا غلط؟ غلط. طيب what did Sarah think about respect؟ سارة قالت إيه عن الاحترام؟ أهو بص respect means we listen and care for each other. أو respect means we listen and care for each other. أو respect means we listen and care نسمع ونهتم for each other ببعضنا البعض. طيب what did they find at the end of the bridge؟ لقوا ايه في نهاية الكوبري؟ a golden door. سؤال امتحانات باب ذهبي. طيب who hesitated on the bridge؟ مين اللي كان متردد خايف متوتر؟ hesitated يعني متردد أو خايف أو متوتر. عمر أهو عمر أهو عمر أهو when عمر hesitated. طيب نخش على الأسئلة اللي تحت. احنا اللي تركز عليه في المذاكرة ايه؟ دول. طيب بيقول لك تحت how did the kind words help the children؟ ازاي الكلمات البسيطة دي ساعدت الأطفال؟ أو they work together اشتغلوا مع بعض بدأوا يتعاونوا مع بعض. بس نفس الفصل اللي فات. maybe unity الاتحاد is the key. what do you think this sentence mean أو means؟ الجملة دي معناها ايه لما بيقول لك الاتحاد هو مفتاح ان احنا نخرج من هنا؟ ان هم ايه كده لازم يعملوا ايه؟ يبقى عندهم عزيمة إرادة إصرار ما يستسلموش. أو it means هي تعني they don't give up. يعني ايه don't give up؟ لا يستسلم. طيب رقم 3 what message؟ ايه الرسالة do you think chapter 2 gives؟ ايه الرسالة اللي الفصل الثاني بيديها لك؟ أو unity is the key تمام to success. الاتحاد مفتاح النجاح. unity is the key to success. الاتحاد مفتاح النجاح. unity is the key to success. 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 كده الفصل الثاني صفحة 83 و 84. خش على الفصل الثالث يا شباب. لو سمحت ذاكروا الأسئلة اللي قلت عليها بس اللي أنا بشاور عليها بس. الكريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير النقدي اللي هو اللي تحت ده مالكش دعوة بيه. بص على اللي فوق ده أنا بقوله من باب الفهم أكتر مش أكتر من كده. الفصل الثالث يا شباب في آخر أوضة بقى وصلوا لها صفحة 132. الفصل الثالث عندنا في كتاب جام. بيقول لك the greatest lessons الدروس بقى اللي هم اتعلموها inside the final room في آخر أوضة. the children found a glowing book on a crystal stand. لقوا كتاب كده بيلمع تمام على الستاند اللي تحتيه أو الشيء اللي الكتاب قاعد عليه يعني تمام كريستال لونه كريستالي بيلمع يعني. مستر آدم ظهر لهم بقى with a warm smile you have completed the magic classroom. قال لهم انتوا نجحتوا في الفصل السحري. But remember the real magic is not in the puzzles. ولكن خلي بالكوا السحر الحقيقي مش موجود في البازلز مش في الألغاز. It's in the values you showed. موجود في القيم اللي انتوا أظهرتوها. ان انتوا كان عندكم responsibility مسؤولية في الفصل الأول. كان عندكم determination عزيمة أو إرادة أو إصرار في الفصل الثاني. You work together اشتغلتوا مع بعض as a team
كفريق، تمام؟ كل ده هي دي القيم او الاخلاق اللي هم اظهروها، و with respect يعني باحترام لبعضيهم، عملوا شيرنج للايدياز، شاركوا الافكار مع بعضيهم. عشان كده هم نجحوا في حاجه زي كده. طيب بص اهو اللي انا لسه كنت بقوله لك: responsibility مسؤوليه، curiosity فضول عايزين نتعلمه، teamwork يعني ايه teamwork؟ يعني عمل جماعي. respect احترام. determination عزيمة إرادة إصرار. طيب courage شجاعة. courage يعني شجاعة. كم حاجة أظهروها؟ responsibility، curiosity، teamwork، respect، determination، واخر واحده رقم 6 courage. بيقول لك ساره smiled we solved every problem by working together، اللي انا جاوبت بيها نص الاسئله في الفصل الثاني. by working together حلوا كل حاجه عن طريق ان هم اشتغلوا مع بعض. زين راح قايل ايه؟ we respected each other and stayed curious، احترمنا بعضينا وفضلنا عندنا فضول ان احنا نتطور. عمر جريند. يعني ايه عمر جريند؟ بص كده على جريند كده، عمر ابتسم بس ابتسامه عريضه. جريند ماله بقى؟ I had courage بقى عندي شجاعه because my friends believed in me، عشان صحابي بقوا واثقين فيا. مستر ادم ناضد عمل له كده. You also showed honesty، تمام؟ انتوا كمان اظهرتوا honesty صدق او امانه مع بعضيكم، محدش فيكم خدع حد. طيب سيبك من الحته دي، مش محتاجينها. بيقول لك the children returned to their classroom their hearts full of pride، رجعوا الفصل بتاعهم وفخورين بنفسهم. pride يعني فخر، تمام؟ and happiness وسعاده. From that day on they promised to use these values. من اليوم ده بقى قرروا ان هم يستخدموا القيم او الاخلاق اللي اتعلموها دي، اللي هم ايه؟ responsibility اهو بص اهي، responsibility، curiosity، teamwork، respect، determination and courage يعني شجاعة. طيب كمل معايا، اصل الفصل خلص مفيش اي حاجة تاني تتقال. هنا بقى بيقول لك ايه؟ they knew that the greatest lessons، اعظم الدروس اللي اكتسبوها، that مش طبعا مش about magic، مش about السحر، لا، about kindness، انه بقى عندهم عطف، respect احترام، and never given up on themselves or each other، وما يستسلموش خالص طول ما هم مع بعضهم. تعالوا نقول الكلمات. determination انا مش عايز دي في حاجه، انا عايز الكلمات بس. determination عزيمه اراده اصرار. grin يعني ابتسم. وعندنا curious يعني فضولي. ونod يعني هز راسه بالموافقه كده. nod يعني هز راسه. طيب خش بقى على اللي بيجي لنا في الامتحانات، تشوز والاسئله دي. هنا في التشوز بيقول لك the children found a نقط in the final room. لقوا ايه في اخر اوضه؟ لقوا ايه؟ مش لقوا كتاب بيلمع اهو، glowing book اهو، صفحه 132 اهو، بص glowing book. طيب رقم 2 في صفحة 133 بيقول لك سارة سارة قالت ان هم ايه؟ so they solved every problem، حلوا كل المشاكل. يبقى work together اشتغلوا مع بعض work together. طيب رقم 3 the children promised to after leaving the room، الأولاد وعدوا ان هم يعملوا ايه بعد لما يغادروا الأوضة؟ يلعبوا أكتر؟ لا. stop being curious، ما يبقوش curious، ما يبقوش عندهم فضول؟ لا. use values يستخدموا القيم او الاخلاق اللي اتعلموها دي. they learn it in life، مش في المدرسه بس، ده في المدرسه وفي البيت وفي حياتهم عموما. بسم الله. رقم 1 where was the glowing book، الكتاب الجلوينج ده اللي كان بيلمع كان فين؟ في اخر اوضه. in the final room. سؤال امتحانات. Who opened the magical book؟ مين اللي فتح الكتاب السحري؟ اهو بص الكتاب اهو في الفاينل روم. مستر ادم جالهم، تمام؟ he opened the magical book. مين اللي فتح بقى الكتاب؟ مستر ادم. Who did the children see in the final room؟ الأولاد شافوا مين في آخر أوضة؟ مستر آدم. طيب how do you think the children help عمر to change؟ They believed in him. إزاي ساعدوا عمر يتغير؟ عمر كان متردد بيخاف وخجول، وثقوا فيه. أو they
believed وثقوا فيه in him. Why do you think لماذا أنت تعتقد، عايز يعرف رأيك أو رأيك. The teacher was proud of the children. ليه المدرس كان فخور بالأطفال؟ ليه؟ عشان هم اشتغلوا مع بعض. Because they يعمل work مع بعض together معا يعني. بس كده. صفحة 133 الفصل الأول والتاني والتالت. طيب يلا بينا نخش على يونت 4. يبقى الفصل الثالث موجود في صفحة 132 و 133. طيب خش بقى على القصة الجديدة. هم عندنا قصتين مش قصة واحدة، بس هم نفس الأشخاص ونفس البني آدمين وكل حاجة، بس مواقف مختلفة. يعني الفصل الأول والثاني والثالث موقف، الفصل الرابع والخامس والسادس موقف تاني. بيقول لك never give up. never give up. صفحة كام دي؟ عشان بس الناس كلها تبقى عارفة. صفحة 178. صفحة 178. صفحة كام يا جماعة؟ 178. 178. يلا بينا. بيقول لك in that cheerful village، في نفس القرية برضو بتاعتنا، there is an annual invention fair. invention fair يعني معرض، تمام؟ ولكن للاختراعات. The children were excited to create something useful. الأولاد كانوا متحمسين عايزين يعملوا حاجة نافعة للقرية بتاعتهم. سارة، عمر، زين and two new friends ليلي and كريم. كان في سارة وعمر وزين اللي كانوا معانا في الفصل الأول والثاني والثالث، وضفنا عليهم مين؟ ليلي وكريم. لو حد نسي الأسماء عادي. decided to build a water هنا يعني في الحتة دي، لكن في الفصل الأول والثاني والثالث لا. decided to build a water saving machine. قرروا يبنوا آلة للحفاظ على المية. In the first meeting عمر wanted to finish quickly and take the lead. عمر كان عايز هو يبقى القائد. ليلي felt left out. حست كده ان هي left out. يعني ايه left out؟ يعني ايه left out؟ حاسس ان هي ملهاش دور، منبوذة، محدش عامل لها حساب زي ما بيقولوا. تمام. because her ideas were ignored. كلهم تجاهلوا الافكار بتاعتها. طيب سارة stopped and said gently. سارة وقفت بقى الموضوع كده. لا 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 ثانية يا جماعة كده. we need to be fair. لازم نبقى fair. كلنا بنتشارك الافكار مع بعض. يعني عمر وسارة وزين وليلي وكريم كلنا لنا لازمة، كلنا نسمع آراء بعضينا اهو. everyone's ideas matter. كل واحد فكرته مهمة. we are a team. احنا فريق. نكمل بقى مع بعضينا الحتة دي. كريم added wisely. كريم قال بحكمة كده we must have honesty. لازم نكون صادقين مع أنفسنا. let's make honest choices and think carefully. لازم نعمل قرارات صح أو صادقة ونتعاون مع بعضينا، تمام، ونفكر بحرص واحدة واحدة يعني. طيب they all agreed to respect each other. كلهم خلاص وافقوا ان احنا هنحترم بعضينا زي ما قلنا في الفصل الاول والثاني والثالث. and give everyone a chance. كل واحد ياخد chance فرصة to speak، انه يتكلم يعبر عن فكرته او عن نفسه. even when their ideas failed. حتى لو الافكار بتاعتهم فشلت. at first في الاول الصراحة فشلت، تمام، عشان يعملوا المشروع بتاعهم ده، تمام. they kept trying. حاولوا اكتر 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 اكتر. عشان ايه؟ determination. عزيمة، إرادة، إصرار اهو. طيب سارة بقى قالت لهم ايه؟ we can't give up. مش هنستسلم. طيب together they used their curiosity. استخدموا الفضول بتاعهم and good judgment والحكمة بتاعتهم to، وحكموا بقى على الحاجة اللي قدامهم to improve machine step by step، عشان يجهزوا الجهاز بتاعهم واحدة واحدة. each member of the team had a role. كل واحد في الفريق كان ليه دور. طيب زين، بص بقى هنا دي لازم نكون عارفينها. زين اهو رقم واحد، نرقمها له كويس. زين designed the model. نغير اللون. زين designed the model. عمل شكل الجهاز اللي هو هيحافظ على المية أو ينقي المية. عمر fixed the pipes. عمر قعد يظبط المواسير، تمام، ويركبها في بعضها. ليلى suggested eco-friendly materials. ليلي مش ليلى. ليلي اقترحت أدوات يجيبوها صديقة للبيئة، يعني تحافظ على المية. كريم tested the water flow. كريم كان بيختبر جودة المية، تمام. سارة kept everyone organized. سارة بقى كانت بتتابع كله، تمام، بتشوف كل واحد عمل ايه، يبقى كل واحد عمل حاجة، تمام. وطبعا كده هما work together. تعال نشوف الأسئلة. نقول بس الكلمات الأول. create يعني يبتكر. ignore يتجاهل.
honesty الاتش سايلنت honesty يعني صدق او امانه، وgive up يعني يستسلم. طيب بص على اول سؤال بقى في الترو والفولس، صح والغلط. there was a science exam in the cheerful village. كان عندهم امتحان ساينس، امتحان علوم؟ لا يبقى false. رقم 2 the children decided to build a water saving machine. قرروا يبنوا جهاز بيحفظ الميه. ايوه. عمر wanted to take the lead and finish quickly. عمر كان عايز يبقى هو القائد ونخلص بسرعه. لا ايوه يعني هو عايز كده، بس ده مش سلوك صح. طيب كريم reminded the group about giving up. فكرهم ان احنا نستسلم after the first idea failed. بعد لما اول فكره فشلت قال لهم نستسلم. قال نستسلم. لا دي غلط، دي غلط 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 غلط. محدش يتسربع، حطيتها لك قاصد عشان تاخد بالك. طيب يبقى الاولى غلط، الثانيه صح، الثالثه صح، الرابعه غلط. طيب هنا بقى بيقول لك who said the following. مين اللي قال الكلام ده؟ يعني ما بتجيش في امتحان بس هنقولها، ده بنحل الاسئله اللي قدامنا وخلاص. اللي قال we need to be fair، لازم نكون عادلين كلنا، يعني نسمع اراء بعضينا، ساره. طيب مين اللي قال we must have honesty؟ يبقى عندنا صدق وامانه، كريم، من غير ما تكمل. طيب اول سؤال how did the children feel about creating something useful؟ الاولاد كانوا حاسين بيهم هما بيعملوا حاجه نافعه، طبعا يبقوا مبسوطين. فيل اهي يشعر، هتبقى فيلت في الماضي عشان did لما اجي اجاوب في الماضي زي في المحادثات، يبقى they felt happy. السؤال الثاني what did عمر want in the first meeting؟ عمر كان عايز يعمل ايه في اول ميتنج؟ اهو to take the lead and finish quickly. انا كتبت كده to finish quickly and take the lead، انا عكستها بس to finish quickly يخلص بسرعه و take the lead ابقى انا القائد، اعملوا انتوا الحاجه وانا الجامد بتاعكم. طيب طبعا ده غلط. رقم 3 what did all the children agree to do in the end؟ الاولاد كلهم اتفقوا على ايه في الاخر؟ ما agree يعني يوافق او يتفق على to work together يشتغلوا مع بعض. طيب السؤال الأول تحت بيقول لك why do you think we should have honesty؟ لماذا أنت تعتقد لازم يكون عندنا صدق أو أمانة؟ ليه؟ عشان نحترم بعضينا، أهو to respect each other. بعضنا البعض يعني each other، و respect يعني يحترم. رقم 2 what might happen؟ إيه اللي ممكن يحصل if other children didn't refuse what عمر did؟ ايه اللي كان ممكن يحصل لو الاولاد ما كانوش رفضوا اللي عمر عمله؟ يعني عمر كانوا وافقوا على كلام عمر ان هو يخلصوا وانا هبقى القائد، لو كانوا سمعوا كلامه ما كانوش نجحوا في حاجه، ما كانوش عملوا المشروع اصلا ولا بداوا فيه. صح ولا انا غلطان؟ اهو كانوا هيفشلوا they will fail يعني يفشل. بس كده. يبقى صفحة 178 و 179 تمام. الجزء الثاني من القصة في يونت 4، الفصل الأول اللي موجود في يونت 4. احنا عندنا يونت 1 و 2 و 3 الفصل الأول والثاني والثالث، في يونت 4 و 5 و 6 فصل أول وثاني وثالث، بس فكرة تانية مختلفة تمام عن القصة الأولانية. نجيب بقى يا شباب الفصل الثاني اللي موجود في يونت 5. Does Lily feel shy now؟ هل ليلي دلوقتي تشعر بالخجل؟ تمام. ليه بقى؟ هات لي صفحة 222 كتاب جيم، صفحة 222 يا شباب. بيقول لك days passed and the water saving machine started to take shape. الأيام عدت والجهاز بتاعهم بدأ خلاص يبقى ليه شكل أهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. يبدأوا يحللوا المية عشان يطلعوا مية نظيفة نقية تفيد البيئة اللي حواليهم أو المجتمع اللي حواليهم. طبعا واجهوا بقى مشكلة مختلفة، another problem أهو faced another problem. The machine worked، الجهاز شغال but not perfectly، مش تمام قوي. Some members felt discouraged، بعض الأولاد حس إن هو إيه خلاص بقى أنا فقدوا الأمل، اللي هو إيه يا عم إحنا بنعمله ده مش خلاص، مش شكلنا مش هننجح. سارة للمرة الثانية جمعتهم تمام، قالت لهم هدفنا our purpose isn't just to win the competition. هدفنا مش ان احنا نفوز بالمسابقة لا بتاعت الاختراعات، احنا هدفنا ان احنا help people، نساعد الناس. تمام. عمر بقى راح عامل لها كده we have an aspiration يعني عندنا الهام او عندنا حافز to save water for our village، عشان نحافظ على المية للقرية بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها. we can do this، هنقدر نعمل ده.
ليلي who felt shy before، ليلي حست بالخجل قبل كده، found her voice we can make it better، قعدت بقى تشجعه، نقدر we can make it better we test it again and again، احنا نقدر نبقى احسن لو اختبرنا الميه مره تاني وتالت ورابع وعاشر، مفيش مشكله. طيب the team worked late supporting each other، الفريق كان بيشتغل مع بعضه. they respected every idea، كانوا بيحترموا كل فكرة بتتقال. and organized the work، وكانوا منظمين الشغل. when dividing tasks، لما بدأوا يقسموا بقى الشغل عليهم. sharing steps، الشغل متقسم على 5 بنتين و3 أولاد. تمام. وين بقى كمل كده along the way when كريم made a mistake، كريم عمل خطأ. no one blamed him، كريم غلط في حاجة كان بيعملها، محدش لامه على أي حاجة، قعدوا يشجعوه عادي جدا. تمام. وساعدوه كمان. كمل بقى بيقولك في النهاية أهو ساعدوه هي helped him. finally the machine was ready، الجهاز بقى جاهز. it used the rain water to water plants، كانوا بيستخدموا المياه بتاعة الأمطار عشان يرووا النباتات. and clean small pathways، وينظفوا الممرات اللي مش نظيفة، اللي فيها مياه مش نظيفة يحطوا فيها، اللي هي ما بين الزرع وبعضه يحطوا فيها مياه نظيفة عشان الزرع يشرب مياه أو يسقوه مياه نظيفة. تمام. تخلي الزرع ينمو ويكبر اكتر والدنيا تبقى تمام، ما يكونش فيه اي مشكله. it wasn't perfect، ما كانتش حاجه perfect قوي، but it was unique، شيء فريد من نوعه. and full of heart، يعني ايه full of heart هنا؟ يعني هم كانوا مبسوطين وهم بيعملوا حاجه زي كده. the team were proud، اهو زي ما بقول لك اهو proud يعني فخور مبسوط. what they built، اللي هم بنوه. not just the machine، هم مش بس بنوا آلة، but the friendship they shared، ولكن تشاركوا مع بعض في فكرة أو أفكار سهلت عليهم الدنيا. فريندشيب يعني صداقة. هات لي الأسئلة، يلا بينا. The water saving machine started to take shape، اسمها take shape يعني يبقى ليها شكل. الجهاز بتاع حفظ المياه بقى ليه شكل اسمها إيه؟ take shape. طيب some members felt، بعض الأفراد شعروا بإيه؟ شعروا إن هم مالهم discouraged بعد لما فشلوا كذا مرة. وين كريم ميد ميستيك، لما كريم عمل خطأ عمل ايه؟ لاموه؟ لا، محدش لامه، ساعدوه كمان. لا، يبقى no one blamed him، ولا واحد لامه. no one، خلي بالك no one يعني ولا واحد. طيب ده مش عاوزينه في حاجة، خش على الأسئلة. بيقول لك What was the problem that faced the team؟ ايه المشكلة اللي واجهت الفريق؟ اهي المشكلة اهي. بص the machine worked، الجهاز كان شغال. نرجع بقى للون الأحمر تاني أو خلينا في الأصفر. the machine worked but not perfectly، كان شغال ولكن مش 100 أهو. the machine worked but not perfectly، ولكن مش 100. هي دي الإجابة بتاعت رقم 1. تمام. أكتبها لك يا عم أهو، أنا بس خايف لما كان ما يقضيش. the machine worked، الجهاز اشتغل. but أهو بص but not perfectly أهي. but not perfectly عشان بس الناس كلها تبقى شايفاها. لا الصفحة كبرت، هي ده بقى اللي أنا كنت خايف منه. not perfectly. طيب what happened when كريم made a mistake؟ ايه اللي حصل لما كريم عمل mistake؟ أو ساعدوه عادي، مفيش أي مشكلة. أو they helped him، ساعدوه بس. how was the machine useful؟ الماشين دي useful ازاي؟ it saves water، تخزن المية بس، دي حاجة مفيدة. طيب why do you think we shouldn't blame people who make mistakes؟ لماذا أنت تعتقد المفروض ما نلومش حد بيعمل أخطاء؟ ليه؟ عشان كلنا معرضين لكده، كلنا ممكن نغلط. because أهو الأسئلة دي ما بتجيش في الامتحان بس أنا هقولها. because we all make mistakes، كلنا بنرتكب أخطاء. make mistakes كلمات يا جماعة، كلمات unit 5.
طيب رقم 2 what was the main purpose هدف رئيسي of the team ايه الهدف الرئيسي بتاعهم to to ايه to make a saving water machine يعملوا آلة بتحفظ المية. طيب our purpose isn't just to win the competition it is to help people هدفنا ان احنا نساعد الناس. سارة اللي قالت كده يا جماعة اهو سارة اهو our purpose isn't just to win the competition. سارة اللي قالت كده سارة بس الإجابة سارة اهو سارة لأن هو بيقول لك who said this مين اللي قال كده. ده ما بيجيش برضه في الامتحان بس احنا بنقولها we can make it better if we test it again and again. نقدر نخليها أفضل لو عملنا تيست لو يعني عملنا تيست تاني. الصفحة طارت نجيبها ثانية واحدة. الصفحة جريت أيوة أهي صفحة 223 مين بقى اللي قال كده؟ أهو بص مين اللي قال كده؟ كريم أهو كمل لا ليلي اللي قالت كده أهو ليلي we can make it better if we test it again and again يعني نقدر نتحسن أو نقدر نحسن المشروع بتاعنا ده لو عملنا له اختبار مرة واثنين وثلاثة وعشرة. مين اللي قال كده؟ ليلي. مين اللي قال كده يا جماعة؟ ليلي. ثانية واحدة نمسح بس الحتة اللي عملناها بالغلط دي لما خرجت. يلا بينا نكتب ليلي. يبقى إجابة السؤال ده ليلي وإجابة السؤال ده سارة عشان كانت اتمسحت بس كده. طيب احنا قلنا دي كده صفحة كام؟ 222 الفصل الثاني في الجزء الثاني من القصة في يونت 5 الشرح والأسئلة في صفحة 223. نيجي بقى على آخر واحد خالص الفصل الثالث اللي موجود في الفصل في الوحدة السادسة. تمام وبكده نكون خلصنا القصة اللي هي مكونة من جزئين عندنا في الترم الأول. يلا بينا صفحة 261 يلا بينا. هنا بقى خلاص المشروع نجح بقى وكده a team of tomorrow. بص بيقول لك one day of the invention fair يوم بقى المعرض بتاع الاختراعات. the school playground الحوش بتاع المدرسة was filled with colorful tents كان فيه خيم كتير ملونة and curious visitors في ناس بقى زوار عمالين بقى يشوفوا الاختراعات بتاعت الطلبة. teams presented their projects with excitement كل فريق عرض المشروع بتاعه. سارة and her team سارة طبعا وفريقها عرضوا المشروع بتاعهم اللي هو كان ايه؟ water saving machine clearly and confidently. يعني ايه water saving machine؟ يعني جهاز الحفاظ على المية clearly خليها نظيفة and confidently يعني كانوا بيتكلموا كده بكل وضوح وبكل ثقة. the judges لجنة التحكيم smiled وسألتهم سؤال why did you choose this project؟ ليه اخترتوا المشروع ده؟ سارة رفعت ايديها وراحت مجاوبة عليهم قالت لهم we wanted to create something with a purpose to help our village. عايزين نعمل حاجة تساعد القرية بتاعتنا حاجة ليها هدف ان هي تساعد القرية بتاعتنا مش مجرد اختراع وخلاص. طبعا هزوا راسهم كده impressed not only by the machine كانوا مبهورين مش بالآلة اللي هم اخترعوها بدماغ الأطفال. تمام التيم وورك العمل الجماعي بتاعهم وان هم احترموا بعض وساعدوا بعض يوصلوا لحاجة زي كده. بيقول لك though another team won the first prize Sarah and her friends didn't feel sad. بيقول لك بالرغم من ده في فريق تاني هو اللي خد الجائزة الأولى رقم 1 يعني فاز بالجائزة رقم 1 ولكن سارة وفريقها didn't feel sad كانوا فخورين بنفسهم ما كانوش زعلانين أهو proudly المدرس قاعد سقف لهم تمام وكان فرحان بيهم قال لهم انتوا فعلا ابطال حقيقيين او الفايزين الحقيقيين عادي جدا. تمام انتوا اظهرتوا ايه بقى اللي احنا قلنا قبل كده honesty صدق او امانه cooperation بصوا بقى cooperation يعني تعاون team work عمل جماعي. these values القيم دي او الاخلاق دي
are more important than any trophy. أهم من أي جايزة، أهم من أي جايزة. طيب the children smiled and held hands. كانوا مبسوطين ومسكوا إيد بعض وكانوا فرحانين جدا. They knew they had created something meaningful. كانوا عارفين إن هم عاملين حاجة ذو معنى، حاجة ليها قيمة في المجتمع بتاعهم. Not just for the competition، مش بس عشان competition يعني مسابقة. But for their community، عشان المجتمع بتاعهم and for themselves ولنفسهم. دي المية أساس الحياة، المية. طيب they promised to carry these values into the future and help others with kindness, respect and courage. وعدوا نفسهم ان هم هيساعدوا الناس التانيين والقيم او الاخلاق دي اللي هو زي الكايندنس اللطف او العطف، respect الاحترام، وكارج الشجاعة هينقلوها من نفسهم للمجتمع حواليهم في المدرسة في كل حتة هم فيها. From that day they became known as the dream team. الناس بقوا مسمينهم ايه؟ the dream team، فريق الأحلام. In their village، في القرية بتاعتهم. A team with heart, purpose and unity. فريق عنده قلب ما بيخافوش. purpose يعني هدف أو غرض، وunity يعني اتحاد، وفي الاتحاد قوة. وبكده تكون القصة بتاعتنا خلصت. تعال نحل الأسئلة اللي في صفحة 262 ونبقى فنشنا القصة. تمام؟ وخلي بالك اللي تشوز أو صح وغلط والأسئلة المقالي اللي هي دي، ده اللي بيجي في الامتحان. اللهم بلغت. يلا بينا نحل اللي تشوز. بيقول لك the school playground was filled with colorful. الحوش بتاع المدرسة كان مليان colorful ايه؟ tents، خيم. كل فريق واقف في خيمة والناس بتخش تشوف الاختراع بتاعها. Sarah and her team explained their ايه؟ اختراع يعني ايه؟ explained their ايه؟ machine يعني آلة. clearly بوضوح and confidently اللي هي كانت موجودة في unit 1. confident يعني واثق من نفسه، بثقة بالنفس. after the competition بعد المسابقة the team became known as، سموهم ايه؟ the dream team فريق الأحلام. trophy means يعني ايه trophy؟ يعني جايزة a prize awarded، جايزة بتاخدها. prize يعني جايزة، prize awarded جايزة بتاخدها. طيب نيجي على رقم 1. بيقول لك what was Sarah and her team's project؟ ايه المشروع بتاع سارة وفريقها؟ a water saving machine. انا بس عشان المكان مش مقضي عندي اهي water saving machine اهي. رقم 2 who were impressed. مين اللي كان مبهور by Sarah and her team's project؟ مين؟ أو لجنة التحكيم. لجنة التحكيم أهو. بص the judges بس كده، دي الإجابة. the judges. رقم 3 who are the dream team؟ مين الدريم تيم؟ ممكن تكتب كده سارة and her team، سارة وفريقها، بدل لو حد هينسى الأسماء، هينسى بقى كريم وزين وليلي وعمر والكلام ده، اكتب سارة and her team. رقم 4 what was the purpose of Sarah and her team's invention؟ ايه الهدف لسارة تمام وفريقها؟ ايه الهدف؟ to help تمام people، ان هم يساعدوا الناس بس. How did the judges react to the water saving machine؟ رأي لجنة التحكيم كان ايه؟ They were impressed، كانوا مبهورين، كانوا مبسوطين. impressed يعني مبهور، مبسوط يعني. Why didn't Sarah and her friends feel sad؟ ليه ما شعروش بالحزن about not winning first prize؟ عشان ما فازوش بالجائزة الأولى. ليه؟ عشان الغرض بتاعهم كان مساعدة الناس زي ما احنا قلنا. اهو بص بجيبها لك من هنا اهو. لا انا عايز اجيبها لك متقلب النص اهو.
مش هم اللي فازوا. هيرفيلد didn't feel sad. ليه بقى؟ ليه ما شعروش بالحزن؟ ليه؟ عشان هم عاملين ايه؟ اختراع للبيئة اللي حواليهم او للناس. او يبقى هتقول كده because they wanted to help people. عشان هم كانوا عايزين يساعدوا الناس اصلا. because they want to help people. الناس فين؟ هيساعدوا الناس دول فين؟ في مصر ولا في القرية؟ in the village. في القرية اللي هم عايشين فيها. آخر سؤالين بقى. why do you think سارة wasn't sad؟ ليه ما كانتش زعلانة؟ ليه؟ أهو نفس السؤال نفس الإجابة أهو 6 و1 نفس because they wanted to help people in the village. كانوا عايزين يساعدوا الناس في الهدف الأول بالنسبة لهم. طيب تاني سؤال بقى. do you think values are more important than the trophy؟ هل تعتقد إن الأخلاق أو القيم أهم من أي جايزة؟ طبعا yes I do. سؤال بدو زي المحادثات. yes I do. ليه to make our society better. عشان نخلي مجتمعنا أفضل. يعني طول ما احنا بنتعامل مع بعض كويس مجتمعنا هيبقى كويس. مش هيبقى فيه جرائم، مش هيبقى فيه قلة أدب، مش هيبقى فيه خناقات. هيبقى الدنيا قليلة أوي لو في حاجة زي كده. طيب هنذاكر أسئلة صح وغلط اللي تشوز الأسئلة المقالي اللي أنا قايل عليها بس كده. وبكده تكون القصة خلصت عندنا من الفصل الأول. تمام. الفصل الثاني الثالث اللي هو يونتس 1 و 2 و 3. الموقف الأولاني تمام بتاع الماجيك كلاس روم. الموقف الثاني بتاع الانفنشن فير اللي هو معرض الاختراعات في الفصل الرابع والخامس والسادس. كده نكون خلصنا حاجة الترم الأول بالنسبة للستوري. شباب أولى إعدادي منهج جديد. تمام. سلام.